السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم متابعينا الكرام. نبدأ بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا لو انت اول مرة تشوفوا القناة بتاعتنا ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة بنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين كده القطايف التحفة الخطيرة. بصراحة يعني ما تخيلتش ابدا ان هي هتطلع كده وبمكونات سهلة جدا. تعالوا نشوف المقادير بتاعتها مع بعض. انا معايا 3 كوبايات من الدقيق، ومعايا معلقة خميرة، ومعلقة بيكنج باودر، ومعلقة نشا، ومعايا 3 كوبايات من المية. طبعا احنا هنحط في الاول المكونات الجافة على بعضيها. حطيت معلقة الخميرة، وادي معلقة البيكنج باودر، وهاخد معلقة من النشا برضو، وهنقلب كله في بعض، كل دقيق في بعضه. طبعا ما ننساش ابدا ذرة الملح، دي سنة، نحط ذرة الملح بتاعتنا، وهنقلب كله برضو مع بعض. معانا بقى هنا بولة غويطة هنحط فيها المكونات بتاعتنا. الاول هنحط المية، لان احنا ما ينفعش نحط الدقيق وننزل عليه بالمية، لان احنا هنحط المية الاول وننزل بالدقيق واحدة واحدة، ايد بتنزل الدقيق وايد بتقلب الناحية التانية. اهو بصوا الدقيق حطينا عليه كمان معلقة كده من السكر، عشان انا نسيت احطها بصراحة في المكونات الجافة. هنقلب بقى كده، كل ما نلاقي الدقيق داب معانا نزود حبة تانيين، كل ما نلاقيه داب معانا نزود حبة تانيين. ممكن تستغنوا عن الخطوة دي خالص ونحط كله على بعضه في الخلاط ونضربه. انا بعمل الخطوة دي بعد ما بقلب الدقيق بصراحة، يعني بقلب كله يدوي كده على ايدي، وبعد كده باخد حبة حبة اضربهم في الخلاط. انا هقلب بقى كل كمية الدقيق مع الخليط بتاعنا، وهرجع لكم تاني. بصوا كده هو الخليط بتاعنا كده جاهز، وكده لسه ما ضربتوش في الخلاط، هضربه في الخلاط وهوريهولكم. بصوا بقى شكله بعد ما ضربناه في الخلاط تقل معانا، هو كان تقيل برضو مش خفيف، بس بصوا واداله قوام كده حلو بصراحة. هنعمل بقى مع بعض الشربات عبال ما نغطيها شوية ونسيبها تخمر شوية معانا. نعمل بقى الشربات بتاعنا. معانا كوبايتين سكر وكوباية ونص مية وعصرة ليمونة. شربات الكنافة والقطايف بيكون تقيل شوية، ما بيكونش خفيف، وما بيتقلبش عشان ما يسكرش معاك. هنسيبه بقى الشربات يعمل مع نفسه، ويلا بينا دلوقتي علشان نعمل القطايف. هي كده جاهزة معانا. بصوا بتطلع بكل سهولة ازاي، ان شاء الله. هي جميلة، مكوناتها سهلة وبسيطة ومفيهاش اي حاجة. بصوا انا حاطة على فكرة في فنجان صغير، باخد فيه معلقة بمعلقة علشان ما تطلعش كبيرة معاك. معلقة بمعلقة، لقيتيها صغيرة على الحجم اللي انت عايزاه كبري شوية، بس برضو يعني مش معلقتين، لا، معلقة ونص، لحد ما تديكي الحجم اللي انت عايزاه. بصوا هي كده، دي غالبا هتشبك في اللي جنبها. ايوه هي شبكت فيها. طبعا ما ينفعش نحركها لان هي طرية، لازم نستنى لحد كل البياض اللي فيها ده ما يبقى ما يطيب زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. وخلي بالكم وهي بتطلع من الطاسة بتطلع ناشفة، مش معنى كده ان هي فشلت، لا، انتي بتحطيها على فوطة اول ما بتطلع وتغطيها بتلاقيها طارت معاكي وبقت زي الزبدة، وزي ما وريتها لكم في اول الفيديو هي كانت عاملة ازاي معانا. هعمل واحدة كمان. بصوا بصوا لاحظوا هي بتطيب ازاي. طبعا بنستخدم مقلاية تيفال او اي حاجة يكون يعني ما تكونش بتلزق معانا.
جربوها صدقوني مش هتشتروها ابدا من بره. دي بقى كل الكمية بتاعتنا لما خلصناها. بصوا ما شاء الله طرية قوي ولونها جميل. طبعا حاجة انت عاملاها بايدك في البيت نظيفة وعارفة انت حاطة فيها ايه. انا هعملها لكم مرة تانية بطريقة تانية، بيتحط على الدقيق مكونات تانية، فهجربها لكم مرة بالطريقة التانية. هنحشيها بقى دلوقتي مع بعض. ده الطبق بتاعنا اللي احنا خلطنا فيه كل المكونات بتاعتنا. انا ما كانش عندي الحقيقة سوداني، فحطيت حبة بندق كده، مسكتهم قطعتهم صغير قوي بالسكينة. وكان عندي شايفين البلح ده اللي هو الطري، ده التمر اللي هو الطري، اخدته برضو قطعته كده برضو ترنشات كده بالسكينة. وعندي بقى بشر وزبيب ومشمشية، تشكيلة يعني من اليميش اللي عندك هتشكليها وهتقلبيهم على بعضهم. في بقى سر خلطة هنا في المكونات دي. عندنا السيرم اللي هو التقيل او العسل اللي هو التقيل، الشربات التقيل اللي احنا عملناه، هناخد منه كده حوالي معلقة او معلقتين، هنضيفهم على الحشوة بتاعتنا. هتدينا طعم روعة 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 يعني ما شاء الله عليها. بصوا انا هقلبها، هحط بقى كده، انا هقلبها وهرجع معاكم تاني. بصوا بقى بنحشيها ازاي. بصوا انا مسكت واحدة كده اهو، بناخد فيها معلقة كده صغيرة، بنشوفها لو عايزة تاني بنزود لها. بصوا بقى بتتقفل معانا بكل سهولة، ومش زي اللي احنا بنجيبها خالص من بره، طرية معانا ما شاء الله ما شاء الله. جربوها تحفة. بصوا لونها عامل ازاي، وبصوا لا اتقطعت ولا شققت ولا جرالها حاجة، مع ان انا يعني سبتها كمان بردت، ما اشتغلتش فيها وهي سخنة. بصوا هحشي معاكم واحدة تانية برضو. بصوا عاملة ازاي، وبتتقفل معانا بكل سهولة ما شاء الله. ومش شرط على فكرة ان انتي تحشيها مكسرات لا 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 خالص، يعني انتي ممكن تحشيها جبن، ممكن تحشيها لحمة مفرومة، تحطي فيها الحشوة اللي انتي عايزاه. بس لو هتعمليها حشوة حادق هتكبري القطايفاية بتاعتك شوية، مش هتخليها صغيرة. هخلص بقى كل الكمية اللي معايا وهنروح بعد كده على القلي على طول. بصوا بقى ما شاء الله طالعة معانا عاملة ازاي. احنا اول ما بنلاقي الحروف بتاعتها احمرت كده بنيجي قلبينها على طول، هي ما بتاخدش طياب، لازم تبقى ايدينا فيها واحنا بنحمرها. هنقدمها بقى مع بعض. بصوا يعني طعم وريحة تحفة، ومفيش انضف من كده ولا احلى من كده. ما شاء الله طلعة جميلة معانا. هعملها لكم مرة تانية بحشوة تانية وبطريقة تانية في العجن. احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة.